بصوا، فكرة الحلقة عموما جات لي كده من سؤال واحدة في حياتي الشخصية عموما، زميلتي في الكلية قالت لي يا مونيكا، طب انت دلوقتي بتعملي محتوى بيساعد للقراءة، ودايما بتفهميهم ان القراءة دي شيء كويس وان هي عادة لازم تدخل في يومك، وكمان بتعملي تلخيصات كتب. طب مش المفروض اصلا ان انت بتعملي تلخيصات كتب؟ فقالت لي معلش يعني سامحيني في السؤال، هم هيستفادوا ايه لما يقرأوا نفس الكتاب وهم عارفين الخلاصة بتاعته، عارفين بيتكلم عن ايه وقصد الكاتب ايه واستفادوا ايه وايه المشكلة وايه الحل؟ هيستفادوا ايه يعني من القراية؟ السؤال ده بقى لفت نظري جدا، ولفت نظري لسلسلة طويلة عريضة بدايتها ليه نقرأ. ليه تقرأ مثلا؟ وفي فيديوهات وآلاف الفيديوهات، مش فيديوهات مونيكا بس، لا آلاف الفيديوهات عن تلخيص الكتب. ليه تقرأ؟ وفي فيديوهات قصيرة وطويلة بتعرض المعلومة بشكل دايركت بعيدا عن تلخيص الكتب، بيتقولك معلومة مثلا زي مثلا لما عملنا فيديو عن الرهاب الاجتماعي أو تقليل توتر أو فبالتالي ليه أقرأ وأنا عندي معلومة جاهزة بدون بحث وبدون تدقيق؟ ليه أقرأ وأنا ما عنديش وقت؟ ليه أقرأ وأنا لسه بدرس؟ ليه أقرأ وأنا شخص كبير في السن هستفاد إيه؟ ليه وليه وليه؟ ألفات من اللي جم في بالي. والنهاردة هنبدأ مع بعض سلسلة جديدة بدايتها ليه تقرأ. يلا بينا. بس مبدئيا الفيديو ده بدايته إن شاء الله نقلة شوية في المحتوى. أتمنى تكونوا ملاحظين إن في تعب شوية في المونتاج وفي الإضاءة وفي جودة الفيديو وحتى جودة الصوت. أتمنى تكونوا ملاحظين الكلام ده. طبعا أنا مش عارفة انتوا ملاحظين ولا مش ملاحظين. أتمنى إن انتوا تكونوا ملاحظين. لو ملاحظين يا ريت تقولوا لي في التعليقات لو التغيير ده فارق أو واخدين بالكم منه أصلا ولا ملهوش لازمة، علشان يعني صراحة مجهود كل الفيديوهات الجاية هيتضاعف للضعف، فبالتالي يعني ممكن يكون في مشقة أكتر على إنتاج فيديوهات أكبر كعدد ولكن أحسن كجودة. فعلشان كده بسألكم علشان تقولولي هل الجودة اللي انتوا شايفينها دي تستحق ولا لأ. يلا بينا نبدأ الفيديو. مبدئيا كده احنا عايزين نسأل نفسنا سؤال أساسي ومهم جدا ورئيسي في الحلقة. دلوقتي تلخيص الكتاب أو فيديوهات تلخيص الكتب عموما غرضها إن أنت تستغنى عن القراءة ويكون بس صاحب القناة هو اللي بيقرأ، ولا غرض الفيديوهات دي إن أنت يعجبك الكتاب فتقرأه؟ بمعنى أصح، أنا مثلا عملت لكم تلخيص عن رواية لأجاثا كريستي اسمها ثم لم يبق أحدا، والفيديو ده في ناس شكرت فيه جدا وحسوا إن طريقة السرد فيه كويسة جدا، ولكن لما قرأوا الرواية عجبتهم أكتر كتير من الفيديو. طب ليه بقى يا مونيكا بنلخص الكتاب أو بنلخص الرواية طول ما الكتاب الأصلي أحسن من التلخيص؟ لأن بكل بساطة في نوعين من البشر، نوع متردد مش عارف هو عايز يقرأ إيه أصلا، فبالتالي لما بيشوف تلخيص التلخيص ده بيعجبه، المفروض إن هو يروح يبحث عن الكتاب ويقرأه. دي أول ناس. تاني ناس هي الناس اللي ما بتقرأش نهائي وعندها فوبيا من القراءة وشايفة ان القراءة دي اخرها للدراسة، وان انا لازم اكون بدرس وان انا بالعافية بدرس او بقرأ الكتب بتاعت دراستي، فكمان مش نخنق نفسنا وكمان اقرأ كتب تانية. يعني تحسهم عندهم تروما او فوبيا من حوار القراءة او الكتب عموما. ودول ناس يعني سوري في اللفظ بس بنعمل ليهم نوع من انواع جر الرجلين، بمعنى ان انت تشوف تلخيص الكتاب اهو يغير خطوة واحدة من حياتك احسن بكتير من ان انت تشوف اي فيديو تاني غير هادف وممكن ما يغيرش حياتك او يغيرها للأسوأ. لان الفيديوهات او القراءة او اي حاجة في حياتنا بتاخد من وقتنا بتأثر على عقلنا، ودي حاجة احنا قلناها كتير في فيديوهات قبل كده. طب يا مونيكا، معنى كلامك ان انت بتقولي ان فيديوهات تلخيص الكتب مش سيئة، ليه بقى عاملة الفيديو ده؟ لان في ناس ابتدت لما تشوف تلخيص كتاب تستغنى خالص عن الكتاب، يعني اشوف التلخيص في تلت ساعة في 30 دقيقة اقصى حاجة وما اقراش الكتاب، فبالتالي بقت القراءة عادة مهملة مع انها عادة مهمة جدا. طب ايه اللي هيخليني افرط في ساعات طويلة هقراها في كتاب واحد مع اني ممكن اشوف 30 ملخص يا ستي
فكل كتاب 10 دقايق مثلا ولا تلت ساعة، وممكن اخد نفس المدة. بكل بساطة في اكتر من سبب للموضوع ده. اول سبب وهو ان الكتاب بيكون 200 و300 صفحة، فكيف يا مؤمن انا مش هقول لك غير ان انت مؤمن حلو ان انا او اي منشئ محتوى اخر يلخص ال 200 صفحة دول في 15 او 20 او 30 دقيقة. يعني اقنعني، انا ما الا قارئة وليس منجمة، يعني انا مش بضغط الكتاب، لا انا باخد ما الا الافكار اللي عجبتني اللي بتدور حواليها الكتاب. لكن في قشور وتفاصيل ومعلومات دقيقة بتكون مهمة جدا وممكن تهمك انت شخصيا اكتر من المعلومة الاساسية اللي بتدور حوالين الكتاب او الرواية. كمان التلخيص ده بيكون ما الا نبذة بسيطة جدا عن الكتاب ده عموما. يعني الكتاب زي ما قلت لك هو بيكون 200 صفحة 300 صفحة، كيف يكون 20 دقيقة؟ ده كده انا بعمل له عملية اصعب من عملية الضغط، فبالتالي في معلومات كتير انا بستثنيها ومش بحطها علشان مدة الفيديو ومدة التلخيص. ثالث نقطة وهي نقطة اساسية جدا، وهي ان التلخيصات دي بتكون تلخيصات شخصية. يعني لو مونيكا قرأت الرواية دي عجبت مونيكا من منطقة معينة، مثلا ان البطل اخد حقه، مثلا ان الاهل وقفوا مع صف البطل. يعني مثلا هديكم مثال واقعي، في رواية ربع جرام كان في كذا موقف للاهل وكذا قصة لاصدقاء البطل، كل واحد ازاي اتعالج او ازاي توفى او ازاي خسر فلوسه، كذا نهاية للادمان. كل واحد لما بيقرأ الرواية في رواية او في نهاية بتلمسه. يعني انا شفت كتير من التصنيفات او التعليقات بتاعت الرواية ان في ناس تأثرت بشخص غير البطل وبيبصوا عليه وحاسينه ان هو الشخص ده. كمان في ناس مثلا كانوا مدمنين او ادمنوا وبصوا بس على موقف الاهل بتوع البطل واتمنوا ان موقف اهلهم يكون نفس الموقف ده. فبالتالي اللي انا عايزه افهمه لكم ان احنا مش بنبص بس على البطل، لا احنا بنبص على الحاجات المجاوره، ده بيكون القارئ. ولكن انا في التلخيص بضطر ابص بس على البطل، لان لو بصيت على كل اركان الروايه، فروايه زي ربع جرام اكتر من 500 صفحه، فيستحيل اعرف الخصها في ساعه مثلا، يستحيل، ده من رابع المستحيلات. رابع نقطه ودي حاجه عمر ما حد قالك عليها نهائي، وهي ان لو المجال متشابه فالمعلومات احيانا بتبقى متشابهه. بمعنى ان كتير بنقرا كتب اقتصاد مثلا وكيف تكون من الاثرياء ومش عارفه استراتيجيه اثرياء وحاجات زي كده، وتلاقيهم كلهم مثلا بيدوك فكره ان انت تدخر 10% من مرتبك، او مثلا ان انت تشتري الحاجه المرفهه لما يكون معاك اكتر من 10 اضعاف او 5 اضعاف ثمنها. يعني مثلا لو انت جبت موبايل فلازم يكون معاك 10 اضعاف ثمنه. بمعنى اصح لو انت مثلا هتجيب موبايل ب50,000 جنيه، يعني انت يكون معاك 500,000 جنيه مثلا، وحاجات من النوع دي كتير، وكلها معلومات احيانا بتكون مكررة، ولكن الغريب ان الكتب بتكون مختلفة. طب ازاي؟ بكل بساطة في حاجتين او عاملين بيلعبوا في الموضوع ده. اول حاجة عامل الكاتب اللي يخليك مثلا تتابع مونيكا دونا عن اي منشئ محتوى اخر، او العكس ان انت بتحب مثلا طريقة القائه للكلام، جميل جدا. ايه بقى اللي يخليك تقرأ لكاتب معين دونا عن الكاتب الاخر؟ نفس الفكرة، ان انت بتحب طريقة كتابة الكاتب الاخر عن الكاتب ده، فبالتالي بتحس بالألفة مثلا او بتحس بالمتعة او بتفهم اكتر لما تقرأ للكاتب ده عن الكاتب الاخر. حلو، دي اول عامل. تاني عامل بقى وهي ان اصلا فعلا بيكون في معلومات مختلفة ولكن مش المعلومات الجوهرية. يعني في معلومات فعلا بتفيدك في الاستراتيجية للأثرياء او ازاي تدخر اكتر، ولكن النبذة واحدة. يعني انا ممكن في الاثنين اقول لك تدخر 10% من دخلك، ولكن ازاي قسمت باقي الدخل، او مثلا ازاي اصلا تدخره. بمعنى اصح ممكن كاتب ينصحك ان انت تدخره في ذهب او في مجوهرات، ممكن كاتب تاني ينصحك ان انت تدخره في عقارات، او كاتب تاني ينصحك ان انت تدخره في بنوك، وهكذا. فبالتالي نقطة الادخار بتاعت 10% دي واحدة في كل الاماكن وفي كل الكتب.
ولكن بقى معلومة ادخرها ازاي او ازاي اقسم مرتبي علشان يقضي الباقي، كل دي حاجات بيختلف بيها الكاتب عن التاني. خامس نقطة، ودي نقطة هيطول شرحها وغاية الأهمية، وهي ان التلخيص معلومة يجب دراستها. هديكم بالراحة مثال وهيفهمكم كل حاجة بدون ما اتكلم. دلوقتي بما ان انت طالب، هل لما انت بتروح المدرسة او لو انت ام او انت اب، فبالتالي ابنك رايح المدرسة، لما بيرجع من المدرسة بعد ما تشرح له درس معين وبيكون شاف له شرح او حتى شاف له شرح اونلاين، فبالتالي بعديها لازم يمسك الكتاب ويبدأ يقرأ الكتاب كويس او يبدأ يقرأ الدرس كويس ويحلله ويفهمه ويحل عليه او يحفظه، او يحاول يشوف له شرح تاني لو هو ما فهمهوش اولاني. فبالتالي بتحاول تسيطر على الدرس بكل جوانبه. هنقيس بقى المثال الصغير ده على القراءة والتلخيص، بمعنى ان انا دلوقتي شفت تلخيص كتاب، اول ما بخلص التلخيص ده بكون عرفت اسم الكتاب، ببحث عنه وبقرأه بالتفصيل وببدأ اخد الملاحظات اللي هي ناقصاني بجد. ليه؟ لان زي ما قلنا قبل كده في النقطة اللي فاتت ان بكل بساطة التلخيص ده بيكون نبذة شخصية، حاجة انا اللي فهمتها، حاجة المعلومة اللي جدت عليا. لو تفتكروا في الفيديو بتاع ازاي افتكر الكتب اللي قريتها، بالمناسبة الفيديو ده هتوصلوا له بسهولة، تخشوا على الفيديوهات تدوسوا على الرائج هتلاقوه تالت فيديو من الفيديوهات الرائجة على القناة، وهحاول احطه لكم في الديسكريبشن بوكس، اتمنى تفكروني لان احيانا بنسى. المهم اتكلمت في النقطة دي واتكلمت في نقطة ان احنا كقراء علشان افتكر المعلومات اللي قريتها بكتب المعلومات الجديدة وليس المعلومات المكررة، يعني بكتب المعلومة اللي لمستني وحسيت ان هي فعلا اثرت في دماغ مونيكا وفهمت مونيكا. فبالتالي التلخيص معلومة سريعة يجب دراستها بعد ما نطلع عليها، بعد ما نطلع على المعلومة أبدأ بقى أقرأ الكتاب وأبحث حتى بعد الكتاب ده عن اللي موجود في الكتاب ده، هل هو حقيقي ولا مثلا هل الكاتب ده بيدعو الفكرة غير موجودة على الواقع. وعلى فكرة ده كان من أحد أسبابنا إن إحنا نعمل سلسلة كاملة عن ليه تقرأ لمين، ودي كانت ليه تقرأ لكاتب معين، وعملنا ليها فيديوهين لأجاثا كريستي وعملنا كمان لعصام يوسف، وإن شاء الله في المستقبل هنعمل للروائي نجيب محفوظ. فبالتالي اللي عايزة أقوله إن أنت فعلا لازم بعد حتى ما تقرأ الكتاب تبحث عن هل مصداقية الكلام اللي في الكتاب ده في نسبة من الصحة، أو هل اللي بيكتب الكلام ده مؤهل إن هو يديك المعلومات دي ولا لأ. أهو النقطة الخامسة دي بقى هي نفس تفسير النقطة السادسة. احنا هنكمل في نفس مثال الطالب اللي رجع من المدرسة. هل لو انت طالب او انا طالب واتشرح لنا درس في المدرسة ورجعنا ما ذاكرناهوش نهائي وذاكرنا حاجة تانية، هل بعد كام يوم هفتكر الشرح اللي اتشرح لي في المدرسة اكتر من نسبة 80%؟ ولا الهوا، ولا افتكر اي حاجة خالص، دماغي اتغسلت مفيش فيها اي معلومات. هو كذلك التلخيص معلومة سريعة النسيان على عكس الكتاب. بكل بساطة الحاجة اللي بتاخدها في 20 دقيقة في تلت ساعة سهل تتزعزع بسهولة، ولكن المعلومة اللي بتاخدها في أقل تقدير 3 أو 4 أيام وممكن يمتد لأسبوعين أو أكتر، فدي كده معلومة يعني بمعنى أصح مخك هضمها كويس جدا وبالتالي عرف يفكر فيها كويس جدا جدا. يعني حرفيا كتاب واحد قادر ان هو يغير طريقة تفكير عقلك في موضوع معين او في مجال معين عن ان انت تشوف 30 ملخص في مجالات مختلفة. ده هيديك معلومات سريعة بس سهل نسيانها، زي ما هي سريعة جدا بتروح بسرعة جدا. دايما مامتي زمان وانا صغيرة كانت تقولي اللي يجيلك بسرعة بيروح بسرعة، هو كذلك المعلومات اللي بتيجي بسرعة رهيبة جدا بتروح بسرعة برضو رهيبة جدا. يعني من باب كده السؤال الطريف، عمرك شفت وصفة طبخ مثلا او معلومة في فيديو شورتز وافتكرتها اكتر من اسبوع؟ وبأمانة ربنا انت لو وصلت اصلا لاسبوع دي تكون بطل من ابطال مصر. انا يعني لو شفت معلومة في فيديو شورت صغير كده ما افتكرهاش لغاية اخر اليوم، انساها. فبالتالي النقطة اللي أنا عايزة أوصل لها إن كل ما طالت مدة دراسة الحاجة كل ما أثرت في عقلك وعرفت تهضم معلومتها أكتر.
وللعلم علشان تكونوا فاهمين اكتر. هل معنى كده ان تلخيصات الكتب يعني فيديوهات سيئة وتسمعوا اي حاجة تاني؟ بالعكس، تلخيصات الكتب ليها هدف مهم جدا، وهي دفعك لقراءة الكتاب ده. بمعنى اصح انا كأني بشجعك، او يعني سوري في اللفظ، بجر رجليك علشان يعني تتحمس ان انت تقرأ الكتاب ده. زي مثلا لما بقولك ان في 5 روايات غيروا حياتي. بالمناسبة عملنا فيديو بالعنوان ده، وكان في 5 روايات فعلا من اروع الروايات اللي قرأتهم في حياتي لغاية دلوقتي. تقدروا برضو تشوفوه في الديسكريبشن بوكس، بس ارجوكوا فكروني علشان بنسى جدا، يعني عندي زهايمر. المهم، فبالتالي الفيديوهات بتاعت تلخيص الكتب ليها فايدة، وفايدة كبيرة كمان. الفايدة دي ان هي تدفعك للقراءة، فما ينفعش تستعمل تلخيص الكتب في مجال غير مجالها. يعني ما ينفعش استغنى عن كتاب ضخم كبير علشان اخدت تلخيص ما الا عناوين وقشور وبس كده. ده كان فيديو النهارده وحلقة النهارده. اتمنى لو متفقين او مختلفين تقولوا لي في التعليقات، قولوا لي رأيكم عموما في التعليقات، بيهمني جدا، لان ارائكم في التعليقات وكمان المواضيع اللي بتعلقوا لي ان احنا نتكلم عنها دي هي المواضيع اللي احنا مهتمين نعملها، ودايما بنحاول نعمل الحاجات اللي انتم بتطلبوها مننا. وكمان قولوا لي رايكم في التصوير والاضاءه والصوت عموما، لو اتحسنوا ولا خلينا بالطريقه القديمه. برضو دي حاجه تهمني جدا ان انا اعرفها. بس كده، دي كانت فيديو النهارده وحلقه النهارده. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك واشتركوا في القناه لو انتم مش مشتركين، علشان دي حاجات صغيرة جدا ولكن هتساعدنا ان احنا ننتشر وان احنا نوصل لعدد اكبر والاستفادة تعم على عدد اكبر. وكمان لو انتوا اول مرة تشوفوني، فانا مونيكا حسام، ودي قناتي اقرأ مع مونيكا. بنعمل فيها تلخيصات كتب تساعدك ان انت تطور ذاتك بمختلف المجالات، وازاي تبني عادة، وازاي تبعد عن العادات السيئة، وازاي تبني عادة كويسة، وهكذا حاجات كتير جدا. وكمان بنساعدكم ازاي تقرأوا وازاي تنتقوا الكتب اللي انتوا بتقرأوها. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد وحلقة جديدة وملخص كتاب جديد وسيرة ذاتية جديدة وموضوع يهمنا جديد. سلام.